دخلت جوا البيت من تاني، بيت العربي. شكل فظيع، عينيه مبرقة وقرون طويلة. كان خارج من حفرة نار وبيلحقني. كل الأنظار والاهتمام يتجه في الفترة الجاية نحو بيت محمود العربي. بسم الله الحفيظ، ده في نور جاي من تحت. نور ايه ده؟ هو في ايه بالظبط؟ الله واحد. الصوت ده جاي من البدروم، زي ما يكون حيوان بينازع. البيت ده شكله مسكون بحق وحقيقي. جتتي اتلبشت، بس لابد اعرف مين اللي هنا، انس ولا جن. اظهر وبان عليك الامان، اظهر بدل ما انزلك كده. طب وماله، انزلك انا. الله، النور بيزيد وبيضرب في وشي. الله 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 الله. انا فين؟ ده يا دوب اخدت اول درجة على السلم، والنور اللي كان ظاهر تحت على خفيف بقى قوي، ضرب في عيني وما حطتش منطق. زنة جوه نافوخي، مانيش دريان بنفسي. انا فين؟ ريحة تراب عفي، لسه مانيش شايف حاجة. الدنيا كحل. فين النبوت؟ راح فين؟ ده ايه ده اللي ايدي اتحطت عليه بالظبط؟ طين، طين وتراب محاوطني. انا في حفرة. ايوه حفرة. وصلت هنا ازاي؟ بدأ من تاني يظهر نور خفيف، بس المرة دي جاي من نفق قصادي. بدأت اشوف من تاني واحدة واحدة. انا في حفرة وقصادي نفق، والظاهر كده ده الطريق اللي مكتوب لي امشيه. الجواب على السر لابد يكون في اخره. الله واحد. النور بقى مصاحب خطوية جوه السرداب، كأنه بيوصلني في طريقي. وفضلت ماشي، كل ده يطلع جوه بيت العربي، البيت اللي عشت في عمري. يطلع منه كل ده لما نشوف اخرتها. طول ما انا ماشي في همس شغال في ودني، اصوات غريبة مانيش قادر افسرها، لكنها برضه مش هتمنعني اكمل طريقي. بسم الله الحفيظ. اللي ظهر قدامي فجأة ده جدع طويل لابس بدلة قيافة وطربوش عثمانلي وشنب. الله، الله واحد. ده ابويا محمود العربي. ازاي؟ هو ده حلم ولا علم ده يا عالم؟ واقف قصادي زي ما يكون مش شايفني، ماسك في ايده فاس وبيحفر في الارض. حفرة بتوسع بسرعة غريبة الشكل. رمى الفاس من ايده وماشي خطوتين جار الحفرة. وايه اللي متكوم على الارض ده؟ الله، دي جتة بني ادم متربطة وملفوف عليها الخيش. يا دين النبي، دي مش جتة واحدة، دول كتير. ابويا بيجرهم على الارض وبيرميهم في قلب الحفرة، واحد ورا التاني. والحفرة ولا بتتملي ابدا، الجتة بتنزل فيها بتختفي كأنه بير ملوش قرار. هو ايه اللي بيحصل ده؟ تهيؤات ولا ايه العبارة؟
منزلني هنا ليه؟ عاوزين مني انا بالدفهم. رد عليا يابا، رد عليا. هلا بصلي، ابويا لف راسه ناحيتي وهو واقف في الحفرة، باين له سامعني اخيرا، بيشاور لي كمان. خرج من الحفرة واتحرك قدامك، مشى قدامي في السرداب ومشيت وراها لما اشوف اخرتها في الليلة العجيبة دي. وصل لباب من الحجر، مد ايديه لمس الباب، الباب بيفتح بشويش. يا دين النبي، معقولة دي مغارة علي بابا؟ سبايك دهب والمظات ورزم بنكنوت، جنيهات دهب، ايه ده كله؟ ده كنز بصحيح يا جدعان. ابويا اختفى من قدام عيني، وعيني ما هياش شايفة غير الخير ده كله. هو راح فين مش مهم، المهم انه وصلني لهنا. كل ده مخبيه عني يا بلال الكلب. لابد اتأكد ان كل ده مش حلم، اتأكد بايديا، المس الدهب. الله واحد. ما هياش بالساهل كده يا بيومي. انت مين ولا انت ايه؟ لا يمكن تكون بشر، ده مش شكل انسان ابدا. ايه المنظر ده؟ بشع. انت الشيطان، انت اكيد الشيطان، 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 الشيطان. بيومي يا بيومي، فوق يا بيومي. بلال، هو ايه اللي حصل لي ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا بلال؟ فهمني انت ايه اللي بيحصل ده، وايه اللي دخلك البيت السعادي، وكلام ايه اللي انت بتخرف بيه ده؟ شيطان مين يا بيومي؟ انت عرفت اني هنا ازاي؟ لا عرفت ولا حاجة، انا شفت رؤية قلقت منامي، رؤية غريبة عن البيت. قمت من نومي وقفت في المشربية ابص على بيت العربي، ولقيت نور خارج من جوه البيت. نزلت على طول ودخلت البيت. لما وصلت هنا لقيت باب البدروم مفتوح على اخره. قلت ده حرامي، بس حرامي ايه اللي هيتجرأ ويدخل بيت محمود العربي؟ تنتني نازل على السلالم، لقيتك متلقح على الارض زي الميت وجنبك النبوت وما انتش دريان بحاجة. ايه الباب الحديد اللي على الارض ده؟ ما سبقش وشفت الباب ده قبل كده ابدا. حفرت وظهرت وعرفت مكانه ازاي، وايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ انا لا حفرت ولا شفت بيبان، ولا كلامك ده يسوى عندي نكلة. مانيش دقق عصافير، انا شفت كل حاجة يا بلال. شفت اللي ورا الباب ده، سرداب طويل في اخره باب حجر وراه الكنز، الكنز اللي خبيته عني يا بلال، وكنت فاكر نفسك هتكوش عليه لوحدك زي ما اتعودت طول عمرك تكوش على الاخضر واليابس. كلام ايه ده اللي بتقوله ده بيوم؟ انا علمي علمك، ولا اعرف بوجود باب الحديد ده هنا من اساسه. كنز ايه ده اللي بتتكلم عنه؟ لا يا شيخ، افرجك كنز ايه دلوقتي. الباب ده بيفتح ازاي؟ افتح الباب، انت اللي عارف بيفتح ازاي يا بلال. اعقل يا بيومي ونزل ايدك. افتح الباب ده، افتح بقولك نزل ايدك. اهمت بقى يا اخي. لسه عافي زي ما انت يا بلال.
زي خناقاتنا واحنا عيال، على طول انت اللي تكسب. وسع ايدك. على طول انت رقم واحد، انت البريمو، بلال الكبير اللي بيكوش على كل حاجة. بس المرة دي يا بلال على جثتي. وانت طول عمرك غبي، هو الدور المظلوم وعشت فيه. ما جاش في تفكيرك ابدا تكون انت اللي ظالم نفسك كل ده بدماغك السو. انت زرع شطانة من يومك يا بيومي. الحاج محمود ما كانش بيحرمك من كفة شيء، ورغم كده كنت تسرقه وتعصى اوامره، وترجع بعدها تستغرب من طريقته وياك. انما انا عكسك تمام، عمري ما تنت له كلمة، وكنت اسد في ايها شيء. انا اللي اشيل عنك واحل مشاكلك وبلاويك اللي بتعملها ويا عيال الحارة واهاليها، اللي كل يوم والتاني بشكوى جديدة. كل ما كنت تكبر الشر يكبر جواك وتسوقك شياطينك. انا استاهل كل اللي انا فيه ده يا بيومي، استاهل اكوش على كل حاجة بصحيح، وانت تستاهل برضو اللي حصل لك كله من شر نفسك. انما الباب الحديد ده انا لسه عارف بوجوده الليلة، والكنز اللي انت بتقول عليه ورا الباب ده معرفش عنه شيء. محمود العربي ما سابش وراه غير البيت ده، ولا سابش حتى وصية ولا ورقة نستفهم منها حاجة. هي وصية واحدة قالها لي بلسانه وهو بينازع في المستشفى بعد الحادثة اللي حصلت والطنبيل اللي اتقلب بيه وهو جواه. قال لي البيت ده ما تفرطش فيه ابدا، ما تدخلوش انت ولا اخواتك غير وانتوا مع بعض مهما حصل. ده بس اللي قاله، وما فسرش كلامه بسبب حالته. وبعدها بلحظات روحه طلعت لخالقها. لعمره جاب سيرة باب في الارض ولا سيرة كنز يا بيومي. معقولة يا بلال؟ كنز مدفون كل السنين دي ولا نعرفش عنه حاجة أبدا؟ والأكادة بيومي عرف طريقه ازاي ده يا ناس؟ وازاي قدر يوصل له؟ علمك يا سميح. صدقتني يابا، قلتلك ياما البيت ده وراه سر ديلو ياما، اهو طلع جواه كنز، واكيد بيومي ده عارف ملول بوجوده ومخبي، ولجل النصيب قبضت عليه الليلة قبل ما يحفر ويخرج الكنز وياخده لوحده. وهو بيومي لو زوم معرفة سابقة بوجود الكنز، ليه هينتظر كل المدة دي يا سالم وينوي استخراج الكنز في الوقت ده؟ حتما في لغز ورا الحكاية دي. سر ايه ده يا ابويا؟ وفين الكنز اللي بتتكلموا عنه؟ يا ما شاء الله. عيلة العربي كلها صحيت فجأة من نومها. طب حد يطلع بقى يدي صوت لرضوان ينزل يحضر الاجتماع الأسري ده؟ لا في كنز ولا يحزنون، ده كله لكام صدر من بيومي وهو متقل في العيار حبتين. هي بوابة حديد في الأرض تتفتح ونستفهم بالظبط ايه الحكاية. الله، انت هنا يا معلم؟ ما تاخذنيش، انت تاخرت قوي هناك وانا غفلت ما حسيتش بنفسي وانا مستنظرك. الله، ايه اللي حصل يا معلم؟ مين اللي عمل فيك كده يابا؟ هما ظهروا لك في البيت يا ولاد الابلسه؟ في كنز بصحيح في بيت محمود العربي يا جلال. كنز؟ يا دين النبي، انا قلبي كان حاسس يا معلم، وبلال ده ما هوش سهل بصحيح، كل ده ومخبي. بينا يابا، بينا نلم الرجاله وننزل نجيب قراره نخرج الكنز. بلال مش هيقف قصادنا، رجالته كلها بعافيه، وهو ده الوقت المناسب. اقعد يا غشيم، رجالة ايد اللي تعرف، مفيش مخلوق غيرنا هيعلم بالخبر ده، ولا حتى اخوك زقزوق، ده يفضحنا في الحتة كلها. زقزوق حوس الكنز. بس تعرف يا معلم،
بيومي مش هيسكت أبدا على الموضوع ده ما كانش ساكت على ورثه في البيت، ما بالك دلوقتي بعد ما بقوا بيقولوا تحته كنز هيعمل ايه؟ بلال كمان مش هيسكت يابا ابدا، ما انت عارفه بيكوش على كل حاجه هو وعياله، واحنا هنخرج من المولد بلا حمص. رأيي انك تخلص منه يا معلم. اذا كان في كنز بالفعل او حتى البيت نفسه، ادي بيومي نصيبه واتقي شره. طلع الكنز يا معلم ابويا يا فتوة، ده جيب يجي 20 حتة نبوت الغفيل. اكيد فلوس كتير قوي يا والدي، سايبها جدي علشان كفاية. كفاية لحد كده، أبلغك بأي جديد. انتظر بفارغ الصبر أوامر السيد الأعظم. الأمر لله وحده، هو بس العظيم السميع العليم. ظاهر كده قصتنا فيها شيطان رجيم، وخلصت حلقتنا، لكن لسه ما انتهتش حكايتنا. عرفونا لو عجبتكم الزيارة، ولو ناويين تكرروها اشتركوا معانا، دوسوا على الجرس واستنوا الزيارة الجاية.